مساء الخير. عاملين ايه يا اللي المنهج بيلعب بلياردو على وشكم؟ طيب بص يا حبيبي معايا كده. هو انا لو سالتك مين يا عم الناس اللي كانوا ساكنين في الحته دي زمان جدا، هترد عليا طبعا وهتقول لي دول المصريين القدماء، والحضاره اللي سابوها هي الحضاره المصريه القديمه، يبقى دول كانوا المصريين القدماء. طب انا لو قلت لك بقى طيب مين اللي كانوا عايشين هنا، هتقول لي يا مستر دلوقتي الدول اللي موجوده هنا فلسطين، سوريا، لبنان. طيب دول بقى زمان كان مين اللي كان عايش هنا؟ مين اللي كان عايش في الحته دي؟ واسمهم ايه؟ اسم الحضاره بتاعتهم ايه؟ طب كانوا بيعبدوا ايه؟ طب كان نظام الحكم عندهم ايه؟ طب كانوا عايشين ازاي؟ طب كانوا بيشتغلوا ايه؟ ده كله اللي احنا عايزين نعرفه في درسنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله حبايب قلبي، ابطال تانية اعدادي، عاملين ايه؟ ده الجزء الثاني يا حبايب قلبي من درس نماذج للحضارات القديمه المشرفه في الشرق الادنى، والنهارده احنا عندنا حضاره فينيقيا. المره اللي فاتت اخذنا حضارات بلاد العراق القديم، اوعى تنسى حبيبي بنقول عليها ايه؟ حضارات بلاد العراق القديم، مش حضاره واحده لان كان هناك دول كتير، لكن هنا بقى حبيبي احنا بنقول حضاره فينيقيا، حضاره واحده وناس واحده، ويلا بينا نعرف. طيب بص بقى يا حبيب قلبي، اول حاجه كده هي بلاد فينيقيا دي فين؟ يعني فين فينيقيا على الخريطه؟ اقول لك بص يا عم، عارف البحر المتوسط؟ بص هنا كده بقى المنطقه دي يا حبيبي هي بلاد فينيقيا، المنطقه ديت هي ايه؟ هي بلاد فينيقيا. يعني بطل قصتنا النهارده كان عايش في المنطقه دي، واحنا هنتكلم عن المنطقه دي. طيب المنطقه دي يا مستر دلوقتي فيها ايه؟ دلوقتي فيها دول موجوده زي دوله سوريا، زي دوله لبنان، زي دوله الاردن، زي دوله فلسطين، دي دول موجوده هنا. طيب اصل المنطقه دي بقى يا مستر كان عايش فيها ناس اسمهم ايه؟ اسمهم الفينيقيون. اسمهم الايه؟ الفينيقيون. طيب حلو قوي يا عم. يبقى الفينيقيون دول يا اولاد استقروا وعاشوا فين؟ اقول له استقروا على الشريط الساحلي شرق البحر المتوسط. فين البحر المتوسط؟ اهو. فين الشرق؟ اهو. الشريط الساحلي يعني استقروا في الحته دي يا حبيبي على ساحل البحر المتوسط من جهه الشرق من هنا. يبقى هنا يا مستر عاش الفينيقيون. طيب انا محتاج اعرف ايه؟ اقول لك تعالى بس اول حاجه كده حبيبي نعرف شويه ملامح الحضاره الفينيقيه. تعال نشوف بقى الحضاره الفينيقيه دي كان شكلها عامل ازاي. طيب هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حياتهم السياسيه، يعني نظام الحكم عندهم كان عامل ازاي؟ كانوا بيحكموا نفسهم ولا حد كان بيحكمهم ولا ايه؟ هنتكلم عن الحياه الدينيه، كانوا بيعبدوا ايه؟ والالهه بتاعتهم كانت عامله ازاي؟ وكانوا بيعتقدوا ايه؟ هنتكلم عن الحياه الاجتماعيه، يعني الناس اللي كانوا عايشين في بلاد فينيقيا كان اخبارهم ايه وكانوا عايشين ازاي؟ هل كان في طبقات ولا المجتمع كله كان سواسيه وزي بعضه؟ هنشوف. وهنتكلم عن الحياه الاقتصاديه، يعني كانوا بيشتغلوا ايه؟ بيكسبوا فلوس منين؟ ايه عملهم؟ هنتكلم عن الحياه الفكريه والعلميه، كانوا شاطرين في علوم ايه؟ متقدمين في مجالات ايه؟ هل عندهم بقى كتب وحاجات من دي واختراعات ولا ايه بالظبط؟ هنتكلم عن العماره والفنون، يعني ايه المباني اللي بنوها عظيمه، وايه الفنون اللي كانوا شاطرين فيها، يا ترى الرسم ولا النحت ولا ايه؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه عن بلاد فينيقيا. فهنبدا يا حبيبي بالحياه السياسيه. يلا بقى يا عم. هنا بيقول لي كانت فينيقيا يا مستر مكونه من عده مدن. قلت له استنى بقى كده، انا سمعت الكلمه دي قبل كده في الدرس اللي فات لما كنا بنتكلم عن حضارات بلاد العراق، وكنا بنقول ان الدوله السومريه كانت مكونه برضو من عده دول مستقله. حلو، يبقى كده في حاجات في الدرس ده شبه الدرس اللي فات، صح كده؟ صح يا عم. انا عايزك بقى كده وانا شغال القط للحاجات اللي احنا اخدناها اصلا في الدرس اللي فات. خلاص؟ يبقى اول حاجه اهوت يا حبيبي، بلاد فينيقيا دي يا بابا، يلا ركز معايا كده، كانت دوله واحده كده مستقله ولا كانت عباره عن مجموعه من الايه؟ من المدن. كانت عباره عن مجموعه من المدن. ركز بقى كده. وكانت كل مدينه تمثل مملكه مستقله. يعني ايه يا مستر الجمله دي؟ يعني بص يا حبيبي، انا عندي مجموعه من المدن اهي، كل مدينه ملهاش دعوه بالمدينه اللي جنبها. كل مدينه ملهاش دعوه بالمدينه اللي جنبها، مستقله تماما. يعني كل مدينه يا مستر كانها دوله صغيره، كانها دوله صغيره يا حبيبي جوه الدوله الكبيره. كلام جميل. فكل مدينه يا مستر كان لها ايه؟ كان لها حاكم بيحكمها. كل مدينه كان لها ايه؟ حاكم بيحكمها ومهتم بكل شؤونها. فانا لو سالتك دلوقتي بلاد فينيقيا كان ليها حاكم واحد؟ قول لي لا. حاكم واحد ازاي؟ دي كانت عباره عن مدن وكل مدينه ليها الحاكم بتاعها. خلاص، يبقى كان كل مدينه ليها ايه؟ ليها حاكم. يلا بقى يا عم.
وكل مدينة لها حاكم خاص بها يحكمها بالوراثة. بيحكمها بالوراثة؟ يعني ايه بالوراثة يا مستر؟ يعني الحاكم اللي بيحكم المدينة يا حبيبي لما يموت ابنه يورث الحكم ويحكم المدينة بعده، ولما ابنه يكبر ويموت ابنه يورث برضه الحكم من بعده، هكذا يحكمها بالايه؟ بالوراثة. زي ايه يا مستر المدن اللي انت قلت لي عليها؟ انت قلت لي انها كانت مكونة من عدة مدن. قال لك زي مدينة اسمها مدينة جبيل، حلو. زي مدينة اسمها مدينة بيروت، حلو. زي مدينة اسمها مدينة أوغاريت، دي المدن القديمة اللي كانت موجودة في بلاد فينيقيا. اهوت يا عم بص لي هنا كده، ادي المدن القديمة اهو، أوغاريت وجبيل وبيروت وصور، دي المدن القديمة اللي كانت موجودة هنا. يلا حبيبي، المدن دي يا مستر كانت موجودة جوه دولة موحدة؟ لا، كل مدينة مستقلة عن التانية، ملهاش علاقة بالتانية. كلام جميل. يبقى احنا كده فهمنا الحياة السياسية هناك كانت عاملة ازاي. طيب تعالى لي بقى يا عم على الحياة الدينية. قال لي بص يا حبيبي، الفينيقيون زيهم بالظبط، زي المصريين وزي العراقيين، نفس الفكرة، كانوا مؤمنين بفكرة تعدد الآلهة. طيب يعني ايه تعدد الآلهة؟ يعني يا مستر ان الدولة او المدينة ما يكونش فيها معبود واحد بس كل الشعب بيعبده، لا، ده في يا مستر كل مدينة تلاقي لها معبود، كل قرية لها إله بيعبدوه، كل مش عارف شوية من الناس بيعبدوا حاجة، ده بقى بيعبد صنم مش عارف اسمه ايه، ده بيعبد الشمس، ده بيعبد القمر، ده بيعبد الفار، ده بيعبد القطة. يبقى هم كانوا مؤمنين بفكرة تعدد الآلهة. حلو قوي يا فينيقيين. اهو آمن الفينيقيون بفكرة ايه يا ولاد؟ تعدد المعبودات. حلو. كنتوا بتجيبوا بقى المعبودات بتاعتكم دي منين؟ كنتوا بتعبدوا ايه؟ قالوا لي بص يا مستر، واتخذوا معبوداتهم من قوى الطبيعة. قلت له يعني ايه من قوى الطبيعة؟ قال لي يعني خدوا المعبودات بتاعتهم من الحاجات اللي ربنا خلقها في الطبيعة. فتلاقي فيهم اللي بيعبد الشمس، اللي بيعبد القمر، ما الحاجات دي في الطبيعة، اللي بيعبد الأرنب البري، اللي بيعبد ثعبان الكبرى، اللي بيعبد مش عارف ايه، كل ده حاجات في قوى الطبيعة. يبقى هم جابوا معبوداتهم منين؟ من قوى الطبيعة. حلو حلو. يبقى انتوا كان عندكم فكرة تعدد المعبودات وكنتوا بتجيبوا المعبودات بتاعتكم من قوى الطبيعة. كمل. قال لي يا مستر جسد الفينيقيون معبوداتهم في صورة بشرية. قلت له لا اثبت بقى وفهمني واحدة واحدة. قال لي يعني يا مستر لو الفينيقيين دول كانوا بيعبدوا بقرة، تمام، ما يعملوش الصنم بتاع البقرة على شكل بقرة، لا عيب. ليه يا عم؟ كانوا يا مستر الإله اللي بيعبدوه مثلا يبقى بقرة، لكن يعملوا له تمثال على شكل بني آدم، يعملوا تمثال على شكل بشري. فكانوا بيجسدوا معبوداتهم في صورة ايه؟ في صورة بشرية. يعني انت تلاقيهم كده يا مستر واقفين بيعبدوا في إله على شكل بشر، تيجي تسألهم يا عم هو الإله ده اسمه ايه؟ يقول لك اسمه معزة. معزة ازاي بقى؟ ما هو بشر اهو. يقول لك احنا كده بنجسد الآلهة بتاعتنا في صورة بشرية. حلو. وشيدوا لها المعابد، وكانوا بيبنوا معابد للآلهة بتاعتهم، دي حاجة واضحة خالص اهو. طيب من أشهر معبوداتهم الإله بعل. الإله إيه؟ بعل. هو مش بغل، هو الإله بعل. طيب إله البعل، الإله بعل ده يا حبيب قلبي إله بقى الخصوبة عندهم، وإله المطر، وإله بقى الرعد والحاجات دي عندهم. حلو كده يا عمنا؟ حلو. يبقى ده الإله إيه؟ الإله بعل. طيب حلو قوي الكلام ده. معلومة ما تخصناش يعني يا مستر، هو الإله بعل ده يعني كان حيوان وهم جسدوه في شكل بشر؟ انا شايفه هنا كده هو شكله بشر. اقول لك لا يا حبيبي، ده ما كانش حيوان، ده بقى كده الحكمه باظت، ده ما كانش حيوان، ده الوحيد اللي كان ايه؟ حاجه تانية مش حيوان. طيب ده كان اله الخصوبه واله المطر، تمام، والحاجات دي. طيب بعد كده يا حبيبي تعالى نتكلم عن الحياه الاجتماعيه. بس استنى عشان ما نجريش، افتكر معايا كده يلا الحياه الدينيه كانت ايه؟ اخبيها لك. امن الفينيقيون بايه؟ بفكره تعدد الالهه. طيب جابوا الآلهة منين؟ من قوى الطبيعة. طيب حلو قوي. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيبنوا معابد للآلهة بتاعتهم، ماشي، وكمان جسدوا شكل الآلهة في شكل ايه؟ بشري، او في صور ايه؟ بشرية. زي مين؟ زي المعبود او الإله بعل بتاعهم. طيب دلوقتي بقى نتكلم عن الحياة الاجتماعية. يعني ايه الحياة الاجتماعية؟ يعني عايزين نتكلم عن الناس اللي كانوا عايشين في فينيقيا اللي هم الفينيقيين. قال لك بص يا حبيبي، كان المجتمع الفينيقي مقسما لطبقات. دي بقى انا خدتها قبل كده في حضارات بلاد العراق، كانوا برضو طبقات. طبقة عليا، موجود في الطبقة العليا دي الحاكم والوزراء والحاشية بتوعه. طبقة بقى سفلى فيها العبيد والأسرى والأي الناس الأي كلام، دول بالنسبة لهم. طيب حلو قوي.
هنا بقى يا عم بيقول لي كان المجتمع الفينيقي مقسما لطبقات مثل المجتمعين المصري القديم والمجتمع العراقي القديم. قلت له طبقات ازاي؟ قال لي يعني بص يا مستر، هنعملها مثلا الطبقات دي كده في شكل ايه؟ في شكل هرم كده. حلو، ده هرم ماشي. الطبقه اللي فوق دي اسمها الطبقه العليا. تلاقي مثلا الطبقه دي بيعيش فيها مين يا مستر؟ الملك واسرته وبقى الايه؟ الوزراء والحاشيه بتوعه كده. عندنا مثلا الطبقه الوسطى، تمام؟ ده مثلا يا اولاد تلاقي الطبقه الوسطى دي بيعيش فيها بقى مثلا كبار التجار، كبار العمال، كبار مش عارف الاعيان والناس دي. تلاقي هنا كده في الاخر الطبقه الدنيا او الطبقه بقى ايه الاخيره، ده بقى اللي بيعيش فيها مين بقى يا عم؟ ايه؟ صغار المزارعين، بيعيش بقى فيها يا عم العبيد، اسرى الحروب، وهكذا. فده كده يا حبيبي اسمه المجتمع متقسم لطبقات، طبقه عاليه، طبقه وسطى، طبقه دنيا، او طبقه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وهكذا. دي ايه؟ طبقات. يعني لو سالتك هل الفينيقيين كلهم كانوا زي بعضهم او سواسيه او متساويين في كل حاجه؟ اقول لك لا، المجتمع كان طبقات، في ناس حلوه وناس تحت وناس فوق وناس في النص وهكذا. طيب يبقى احنا كده لحد دلوقتي عرفنا حياتهم السياسيه. يلا قول لي نظام الحكم عندهم كان ايه؟ قول لي يا مستر كانوا عباره عن مدن، كل مدينه مستقله لها الحاكم بتاعها، والحاكم ده كان بيمسك الحكم بالوراثه. سهله. طيب بعد كده الحياه الدينيه لسه قايلينها، الحياه الاجتماعيه لسه برضه قايلينها. طب تعالى يا عم، تعالى بقى على الحياه الاقتصاديه. عايزين بقى نعرف الفينيقيين دول كانوا بيكسبوا فلوس منين؟ او كانوا بيشتغلوا ايه؟ قال لك بص، مبدئيا كده يا مستر كانوا بيشتغلوا في الزراعه، في الصناعه، في الايه؟ التجاره. في حاجه ثانيه يا عم؟ لا، زراعه صناعه تجاره. يبقى كانوا بيشتغلوا في الزراعه والصناعه والتجاره. ابدا لي كده يا عم بالزراعه، ثانيه واحده بقى كده. هو انتوا يا فينيقيين مش كنتوا قاعدين جنب البحر المتوسط على طول؟ طب انتوا زرعتوا ايه؟ كنتوا بتزرعوا فين يعني؟ هي فين الارض بتزرعوها؟ قال لي بص يا مستر، استقر الفينيقيون في المناطق السهليه. قلت له ما اعرفش حاجه اسمها مناطق سهليه، يعني ايه؟ قال لي بص يا مستر، المناطق السهليه او السهول دي ارض مستويه. عامله ازاي يا حبيبي؟ عامله كده مستويه، فبسهوله احنا نقدر نعيش عليها او نبني عليها البيوت. ارض مستويه. طب يا حبيبي المناطق اللي مش سهليه او مش سهول بتبقى عامله ازاي؟ اللي بتبقى عامله كده متعرجه بقى، طالعه ونازله وجبال وهضاب وحاجات من دي. خلاص، يبقى هم عاشوا في الارض الايه؟ في الارض المستويه الجميله اللي احنا بنسميها مناطق سهليه. طيب لما عاشوا في المناطق السهليه دي، الارض المستويه دي يا حبيب قلبي يا ترى كان تربتها تربه خصبه ولا تربتها ما كانتش تربه خصبه؟ قال لك تربتها كانت تربه خصبه يا مستر، فعلشان كده زرعوا فيها العنب والتين والزيتون. يبقى الفينيقيين قعدوا في السهول الفيضيه او قعدوا في الارض السهليه وزرعوا العنب وزرعوا التين وزرعوا الايه؟ وزرعوا الزيتون. تعالى يا عم، هنا بيقول لي ايه؟ قام الفينيقيون بتحويل سفوح جبال لبنان الى مصاطب زراعيه. ايه الكلام ده؟ يعني ايه الشفره دي؟ قال لي بص يا حبيبي، كلمه سفوح دي يعني جوانب. عارف الجبل؟ الجبل بيبقى عامل كده. فين بقى سفوح الجبل؟ الجنب بتاع الجبل ده اسمه سفوح. ماشي. عملوا ايه بقى؟ بيقول لك ان هم حولوا سفوح الجبل دي يا بابا الى مصاطب زراعيه. قلت له ازاي؟ فهمني. قال لي بص يا مستر، عايزين نرسم لك الجبل. ادي الجبل اهو. قلت له حلو. قال لي الجبل ده بذمتك يا مستر ينفع يتزرع؟ قلت له لا، هيتزرع فين؟ قال لي هم بقى مسكوا الجبل ده وعملوه في شكل مدرجات، مصاطب. قلت له ازاي؟ قال لي بقى يجي يا مستر مثلا بالحته دي كده ويفضلوا كده يعملوا فيها كده لحد ما يحولوها ايه؟ لمصطبه وهكذا. طب وريني شكل الجبل كده يا حبيبي بعد ما حولوه لمصاطب. قال لي شكل الجبل بقى عامل كده يا مستر. ها، وضحت كده يا حبيبي؟ شكل الجبل بقى عامل كده بالظبط. وبعدين يا عم بقوا يزرعوا بقى يا مستر على الجبل من هنا كده ومن هنا كده ومن هنا كده ومن هنا كده ومن هنا وهكذا وهكذا وهكذا. طب يا مستر بيجيبوا ميه منين؟ اقول لك يا حبيبي الجبال دي كانت بتسقط عليها الامطار. تسقط عليها الامطار. طيب حلو اهو. يبقى هم حولوا شكل الجبل الى مصاطب وزرعوا عليها. حولوا شكل الجبل لايه؟ او سفوح الجبل لايه؟ لمصاطب زراعيه. مصاطب ايه يا ولد؟ مصاطب زراعيه. طيب تعالى يا عم، يبقى احنا كده عرفنا ان الفينيقيين دول يا مستر اشتغلوا في الزراعه. ايوه اشتغلوا في الزراعه. طيب كانوا قاعدين فين؟ كانوا قاعدين في السهول، المناطق السهليه. طب زرعوا فيها ايه؟ عنب، تين، زيتون. طيب بالنسبه للجبال عملوا فيها ايه؟ عملوها مصاطب وزرعوا عليها. وانا عرفتك ازاي.
طيب بالنسبه بقى للصناعه، قال لي بص يا مستر، تفوق الفينيقيون في كثير من الصناعات. يعني ايه؟ يعني كانوا شاطرين في صناعات كتير جدا. حبيب قلبي دلل، اثبت لي كلامك الجميل ده. قال لي بص يا مستر، حيث اشتهروا بصناعه الاصباغ. عارفين الصبغه؟ اللون، الصبغه نصبغ بقى نصبغ بقى الهدوم، نصبغ بقى الحاجات دي. حلوه قوي. كانوا بيجيبوا الاصباغ دي بقى من الكائنات البحريه. عارفين الحبار؟ كائن بحري اسمه الحبار بيطلع الصبغه دي، فكانوا بياخدوا الصبغه ديت من الكائنات البحريه. حلو، وبيبيعوها. يبقى اشتهروا بصناعه الاصباغ. كانوا بيصنعوها منين؟ من الكائنات البحريه، لانهم اصلا كانوا عايشين جنب البحر. حلو. تاني حاجه، اشتهروا في صناعه الملابس برضو. طيب كنتوا بتصنعوا الملابس من ايه؟ قال لي من الحرير، من القطن، من الكتان، يعني من كل خامات الايه؟ الملابس يا مستر. طيب في حاجه تانية يا عم؟ قال لي ايوه، برعوا في صناعه. يعني ايه برعوا؟ انت هنا قلت لي اشتهروا بصناعه، دلوقتي بتقول لي برعوا. اشتهروا يعني كانوا مشهورين جدا بصناعه الاصباغ والملابس. لو سالت اي حد مين احلى حد يا جماعه بيبيع الصبغه، يقول لك رعى الفينيقيون. طب الملابس، رعى الفينيقيون. لكنهم كانوا شاطرين بقى جدا في صناعه ايه؟ الزجاج الملون. الزجاج الملون، ازاز بس بتلون. حلو. والسفن من اخشاب الارز. خد بالك بقى من الحته دي، اظن انت عارفها. كانوا بيصنعوا السفن من اخشاب الارز، لان بلاد فينيقيا دي يا حبيبي كانت مشهوره جدا باشجار الارز. لو فاكر كده قبل كده كنا بنقول ان احنا كمصريين كنا بنروح نشتري منهم اصلا اشجار الارز علشان نعمل منها خشب ونتصنع بقى السفن والحاجات دي. فهم كانوا مشهورين بصناعه السفن من اخشاب الايه؟ الارز. طيب لخص معايا كده، هم كانوا بيصنعوا ايه يا مستر؟ قول معايا كده يا حبيبي. رقم واحد، الصبغه منين؟ من الكائنات البحريه. طيب رقم اتنين ايه غير الصبغه؟ غير الصبغه يا مستر كانوا مشهورين بصناعه الملابس من الحرير والقطن والكتان. طيب رقم ثلاثة ايه؟ كانوا بيصنعوا ايه كمان؟ الزجاج الملون. طيب رقم أربعة، السفن من أخشاب الأرز. تعالى بقى يا عم، كده اتكلمنا عن الزراعة والصناعة. طب من حيث التجارة، قال لي بص يا مستر، الفينيقيين دول كانوا عايشين على البحر، فأكيد كل حاجة عندهم تمام. فهنا بيقول له اهوت يا عم، سيطر الفينيقيون على التجارة البحرية. سيطروا على التجارة البحرية ليه يا حبيبي؟ اللي كانت في البحر المتوسط. اشمعنى؟ بص يا مستر، دول ناس اصلا نشأوا على البحر، فاكتر حاجه بيتعاملوا معاها كل يوم البحر. فهم كانوا شاطرين جدا يا مستر في انهم يركبوا بقى السفن ويمشوا في البحر، وكانوا عارفين كل حاجه في البحر وعارفين كل الطرق، وكانوا مسيطرين على طرق التجاره اللي بتعدي من البحر المتوسط. تمام يا عم؟ تمام يا عمنا. حلو. يبقى سيطر الفينيقيون على التجاره البحريه في البحر الايه؟ في البحر المتوسط. كنت كل ما تلاقي سفينه معديه رايحه جايه في البحر المتوسط تلاقيها تبع فينيقيا. حلو، حلو قوي. وقد اشتهر الفينيقيون بالملاحة وأسسوا مراكز تجارية لهم. فكانوا شاطرين جدا في انهم يركبوا السفن ويتحركوا بيها في قلب البحر عادي جدا. كانوا حافظين البحر يا حبيبي حتة حتة. تمام يا عم؟ وأسسوا مراكز تجارية لهم، يعني عملوا مدينة كده تكون مركز تجاري يروحوا ويجوا عليها. زي مدينة ايه؟ زي مدينة قرطاج اللي هي دلوقتي مكان دولة تونس. طيب حلو. يبقى انتوا يا فينيقيين كنتوا شاطرين في التجاره. مستر احنا كنا مسيطرين على التجاره في البحر المتوسط عموما. الله، ليه يا عم؟ لان احنا كنا بحاره مهره جدا. طيب حلو قوي يا عم. واشتهرنا بالملاحه وعملنا مراكز تجاريه زي مدينه قرطاج. وبعد كده بيقول لي ايه؟ استخدم الفينيقيون المقايده في التبادل التجاري. يعني ايه استخدموا المقايده؟ يعني بص يا مستر، الفينيقيين دول ايام ما كانوا شغالين في التجاره ما كانش عندهم حاجه اسمها عمله، ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه اللي هو انا عايز اشتري بضائع فخد فلوس وهات البضائع. لا، كان في حاجه اسمها المقايده. طيب يعني ايه مقايده؟ يعني التبادل. انا مثلا يا حبيبي ببيع الارز، تمام؟ وانت عايز تشتري مني الارز، معلش بقى هات لي حاجه ادهاني علشان انا اديك الارز، بدل معايا حاجه بحاجه. لكن مفيش فلوس، مفيش حاجه اسمها فلوس. فانت مثلا هات لي بقى يا عم شحنه من القمح ادهاني، او ما انا اديك شحنه الارز بتاعتي، كده يبقى احنا بدلنا مع بعض. هات لي يا عم بقى شحنه من الاسماك او شحنه من اللحوم بدلها معايا بالارز، يبقى احنا كده هنبدل ايه مع بعض. لكن مفيش حاجه اسمها عمله. يبقى هم يا اولاد بداوا تجارتهم بحاجه اسمها المقايضه، يعني ايه؟ التبادل التجاري. بيقول لي ثم سكت
النقود من الذهب، مش سكت بقى، ثم سكت النقود من الذهب، يعني صنعت اول نقود. بلاد فينيقيا بدات تصنع اول نقود لها. كانت مصنوعه من ايه اول نقود يا مستر؟ كانت مصنوعه من الذهب، لان الذهب ده يعتبر اغلى شيء، فعشان كده عملوا منه الايه؟ النقود. يبقى في الاول كانوا بيبيعوا بالتبادل، بعد كده صنعوا نقود من الايه؟ من الذهب. فاحنا كده يا حبيب قلبي اتكلمنا عن الحياه الاقتصاديه، سواء الزراعه سواء الصناعه سواء التجاره. خلاص؟ راجع بقى الحاجات دي، راجع كده وصحصح معايا. طب يا عم دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن الحياه الفكريه والعلميه. يا ترى يعني ايه الكلام ده؟ بص كده واحده واحده ومشي معايا خطوه بخطوه، مش هنعدي كلمه. هنا بيقول لي ايه؟ ابتكر يعني اخترع الفينيقيون حروفا ابجديه مكونه من 22 حرف. قلت له يعني ايه؟ قال لي بص يا مستر، الكتابه زمان كانت عباره عن رموز وصور. قلت له ازاي؟ قال لي يعني المصريين القدماء مثلا يا مستر الكتابه بتاعتهم كلها كانت عباره مثلا عن صور ورموز. يقول لك ده مش عارف ده ارنب، يبقى ده مثلا لو حطينا ارنب جنب تمساح جنب ثعبان جنب مش عارف ايه يدونا كلمه كذا. كنا بنحط الصور والرموز من الحياه اللي جنبنا جنب بعضها، دي كانت الكتابه. هنا بقى الفينيقيون قال لك احنا عملنا حاجه اسمها حروف ابجديه. كم حرف؟ 22 حرف. 22 حرف. طيب فين هم الحروف هنا؟ لو بصيت يا حبيبي على الحروف دي هتلاقي فيها حروف انت عارفها، زي ده مثلا حرف الدبليو، زي مثلا حرف الكي، زي حرف الاو، زي حرف البي. هتلاقي في حروف كتير انت عارفها. فعلشان كده يا مستر ركز بقى في الحته الجايه دي، الحروف الابجديه اللي هم اخترعوها دي اللي هم 22 حرف تعد من اقدم الابجديات في التاريخ. دي بقى من اقدم الابجديات في التاريخ كلها. بص بقى يا حبيبي، الحروف دي انتقلت بعد كده الى الاغريق. من الاغريق اللي هم اليونانيين اللي كانوا عايشين في اليونان. الحروف دي طلعت من فينيقيا راحت على فين؟ على اليونان. فهناك بقى يا حبيبي سكان اليونان اتعلموا الابجديه دي وبقوا يا حبيبي يكتبوا بيها. فاليونان دول فين يا مستر؟ في اوروبا. فكده يا مستر الابجديه بتاعه الفينيقيين انتشرت في اوروبا. انتشرت فين؟ في اوروبا. وبدات بقى تنتشر اكتر واكتر في اوروبا يا حبيبي، لحد ما بقول لك اهوت بقت ايه؟ لتصبح اساس الابجديه الحديثه. عارف انت اللغه اللاتينيه في اوروبا كانت معموله زي كده بالظبط. وهوب بقى يا معلم لو لاحظت هتلاقي اللغه الانجليزيه جايبه حروف بقى من ديت، فانت هتفهم الفكره. يبقى هنا بيقول لي ابتكر الفينيقيون حروفا ابجديه 22 حرف هم اللي اخترعوها. ودي من اقدم الابجديات في التاريخ، اقدم حد يخترع حروف في التاريخ. وهنا بيقول لي وقد انتقلت هذه الابجديه الى الاغريق اللي هم اليونانيين، وبعد كده انتشرت في اوروبا. حلو. علشان بعد كده تصبح اساس الابجديه الايه؟ الحديثه. يبقى احنا كده عرفنا من حيث اللغه الفينيقيين عملوا ايه، وهم ابتكروا حروف ابجديه 22 حرف. الحروف دي انتقلت لاوروبا وانتشرت علشان تبقى اساس الابجديه الحديثه في اوروبا. طيب هنا بقى يا ابطال هنتكلم عن ايه؟ بيقول لي ان الفينيقيين اهتموا بالعديد من العلوم. حلو. حط لي خط تحت العلوم دي وركز بقى معايا كده. زي ايه العلوم؟ قال لي زي علم الفلك، زي علم الحساب، زي علم الجغرافيا. علم الفلك، علم الحساب، علم الجغرافيا. واحده واحده يا عم. علم الفلك ده العلم اللي بيدرس الفضاء والكواكب والنجوم والحاجات اللي في الفضاء الخارجي. كلام جميل. علم الحساب هو علم بقى ايه؟ المعادلات الحسابيه والرياضيات والحاجات دي. كلام جميل. علم الجغرافيا بقى اللي احنا طبعا عارفينه هو بقى علم ايه؟ الارض باللي عليها، بالطرق، بالظواهر اللي بتحصل، بمظاهر السطح وهكذا. طيب تعالى يا عم. هنا بيقول لي علم الفلك وعلم الحساب كانوا شاطرين فيه جدا. ليه؟ لمساعدتهم في الملاحه البحريه، وكمان لمساعدتهم في التجاره. علم الفلك كانوا بيقدروا من خلاله ان هم يحددوا الاتجاهات، يحددوا المواقع، يعرفوا فين اتجاه الشمال وفين اتجاه الجنوب وفين الشرق وفين الغرب، يعرفوا هم ماشيين فين اصلا في البحر وفين طريقهم وهيوصلوا ازاي. كل ده من خلال علم الايه؟ علم الفلك. وكمان برضو علم الحساب استخدموه في الايه بقى؟ في التجاره، في المحاسبات الماليه والحاجات دي. يبقى هم كانوا شاطرين يا مستر في علم الفلك وعلم الحساب. لو سالتني بما تفسر او ليه، هقول لك لمساعدتهم في الملاحه البحريه والايه؟ والتجاره. ايه اللي احنا عملناه ده؟ يلا بقى معايا تاني. وكمان كانوا شاطرين في علم اسمه علم الجغرافيا، وقد ساهموا في تطويره من خلال رحلاتهم البحريه. ثواني كده واحده واحده بس معايا. هم كانوا شاطرين في علم ايه؟ في علم الجغرافيا. طب انت ليه هنا بتقول لي ان هم ساعدوا في تطوير علم الجغرافيا؟ طوروا ايه في علم الجغرافيا يا مستر؟ يا حبيبي علم الجغرافيا بيدرس الارض والظواهر اللي على الارض والجبال والهضاب والحاجات دي. تمام يا عم، حلو قوي.
هنا بقى يا حبيبي الناس دول كانوا كل يوم في رحله، كل يوم راكبين السفينه ورايحين في حته شكل، لفوا حوالين قاره افريقيا كلها. فهنا يا حبيب قلبي ركز بقى كده معايا يا حبيبي، الناس دي لما كانت بتروح اماكن جديده كانت بتكتشف حاجات جديده وبتكتب ان هي شافت واكتشفت حاجات جديده، فده كله ساعد في تطوير علم الايه؟ علم الجغرافيا. يبقى اهو ساهموا في تطوير علم الجغرافيا ازاي؟ اقول له من خلال رحلاتهم البحريه اللي كانوا بيعملوها التي ادت الى اكتشاف مناطق جديده. رحلاتهم دي يا حبيبي ساعدت في اكتشاف مناطق جديده. مناطق ايه؟ مناطق جديده. طيب تعالى يا عم كده، احنا اتكلمنا عن الحياه الفكريه والحياه الايه؟ العلميه. تعالى بقى كده يلا معايا واحده واحده. هنا بقى نتكلم عن العماره والفنون. حلو، عماره يعني بناء، الفنون زي الرسم، النحت، الحاجات دي. طيب واحده واحده هنتكلم عن فن العماره الاول. كنتوا بتبنوا ايه؟ قالوا يا مستر فاكر في الحياه الدينيه لما قلت لك ان هم لما كانوا بيعبدوا المعبودات بتاعتهم كانوا بيبنوا لها معابد؟ طيب ماشي، يبقى حيث شيدوا العديد من المعابد بنوا ايه؟ بنوا معابد، وكمان قصور، وكمان قلاع، وكمان حصون، كما بنوا الاسوار حول المدن لحمايتها من الاعداء. يبقى الناس دي يا مستر كانوا شاطرين في ايه؟ في البناء. شاطرين في ايه؟ في البناء. طيب بنوا ايه؟ رقم واحد عندنا بنوا معابد، 2 قصور، قلاع، حصون. معابد، قصور، قلاع، حصون. والمدن بتاعتهم يا حبيبي كانوا بيبنوا حواليها ايه؟ كانوا بيبنوا حواليها الاسوار. طب انت يا عم بتبني سور حوالين المدينه ليه؟ يقول لك علشان لما الاعداء يجوا يدخلوا المدينه ما يعرفوش يدخلوا من ايه؟ من الاسوار اللي حوالين الايه؟ اللي حوالين المدينه. يبقى لحمايتها من الاعداء. يبقى انتوا كنتوا شاطرين في ايه؟ في فن العماره. لو قلت لك هنا دلل هتقول لي يا مستر حيث بنوا المعابد والقصور والقلاع والحصون وبنوا كمان الاسوار. تعالى بقى على الفنون اللي كانوا شاطرين فيها زي فن الايه؟ زي فن النحت. فن النحت هو انك تجيب حجر فتبدا بقى تنحت في الحجر لحد ما تشكل الحجر ده على شكل انت عايزه، شكل انسان، صنم، حيوان. هو ده النحت. خلاص ممكن تنحت بقى حجر، تنحت خشب، تنحت معدن، زي ما انت عايز. هو ده النحت. هنا بيقول لي حيث اشتهروا بنحت الايه؟ قلت له بنحت التماثيل. كانوا بينحتوا تماثيل زي المصريين القدماء وزي كمان حضارات بلاد العراق. التماثيل الصغيره من العاج والحجر والخشب. كانوا بينحتوا تماثيل صغنطوطه من العاج ومن الحجر ومن الخشب. طيب الحجر والخشب عارفينه ايه يا عم العاج ده؟ العاج ده يا حبيبي ماده بيضه كده بنجيبها من انياب الحيوانات او من ضروس واسنان الحيوانات. طيب فالماده دي بتبقى غاليه كده وحلوه، فانت بقى لو معاك تمثال صغنطوط مصنوع من العاج يبقى انت كده عمده وبرنس. فكنا بنجيب يعني عارف مثلا الفيل الافريقي تلاقي الانياب بتاعته كده دي بقى جواها الماده دي اللي انا بقول لك عليها اللي هي ماده ايه؟ العاج او في اسنانه. فهو ده العاج يا حبيبي، ماده بيضه كده غاليه. فالناس دول كانوا بينحتوا تماثيل ايه؟ صغنطوطه. تمام؟ من ايه؟ من الحجر، من الخشب، من العاج. وبرده كانوا بينحتوا تماثيل ايه؟ كبيره. يبقى صغنطوطه وكبيره، بس مش الكبيره اللي في بالك، مش زي المصريين القدماء. المصريين القدماء كانوا بينحتوا تماثيل كبيره جدا، انت ما تجيش جنب التمثال قد كده. لكن انا هنا لما اكلمك على تمثال في طولي كده ده تمثال صغير، ده مش كبير. وصلت. يبقى كانوا بينحتوا تماثيل برده صغنطوطه كده وقد كده، دي برده صغيره. لكن تماثيل كبيره قوي لا، ما نحتوش تماثيل كبيره. طيب دلوقتي يا حبايب قلبي احنا عرفنا كل حاجه عن الحضاره الفينيقيه. فاضل بقى يا عم ان احنا نعرف العلاقه بين الحضاره الفينيقيه والحضاره المصريه اللي هي بتاعتنا كانت عامله ايه، ويا ترى كان في تواصل بينهم وبين بعض؟ كانوا عارفين بعض يعني ولا ايه؟ وبرضه عايزين نعرف مين فيهم اتاثر بالتاني وقلد التاني. ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي في الشويه دول، فركز معايا. ونبدا باول حاجه عايزين نعرفها يا فينيقيين، وهو انتوا اتاثرتوا بينا في ايه؟ هنا بيقول لي تاثر الفينيقيون بمظاهر الحضاره المصريه الحديثه. يعني اكيد يا مستر قلدونا في حاجه، وانا هنا عايز بقول لك دليل اهو، فعايز اعرف قلدونا في ايه. تعالى يا عم، هم حاجتين، رقم 1 ورقم 2. رقم 1 يا حبيبي بيقول لي تاثروا بالمعتقدات الدينيه اللي كانت عند المصريين القدامى. زي ايه؟ قال لي زي البعث والخلود. ده نفس الكلام يا مستر اللي احنا قلناه في حضارات بلاد العراق. حاجات متشابهه، احفظها مره واحده بس. فهنا بيقول لي يا مستر الناس دي قلدت المصريين في ايه يا عم؟ كانوا يا مستر بيعتقدوا، يعني عندهم فكره في حاجه اسمها البعث والخلود، ان الميت بتاعهم لما هيدفن هيرجع يصحى تاني وهكذا، ويفضل عايش جوه القبر بتاعه، وهذا الكلام اللي احنا عارفينه. طيب يبقى قلدونا وتاثروا بينا. اقول له في المعتقدات الدينيه
مثل البعث والخلود. رقم 2 يا عم، نقلوا عن المصريين، ايوه نقلوا عن المصريين القدماء ايه؟ صناعة الخزف والفخار. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني المصريين القدماء يا مستر اول ناس صنعوا الخزف والفخار، والفينيقيون قلدوهم في صناعة الخزف والفخار. سهلة. يبقى نقلوا عن المصريين القدماء صناعة الخزف والايه؟ والفخار. يبقى هم قلدونا في كام حاجة؟ في حاجتين. يلا. أول حاجة إيه؟ أول حاجة في المعتقدات الدينية مثل البعث والخلود. تاني حاجة إيه؟ في صناعة الفخار وصناعة الخزف. هنا بقى احنا عرفنا هم اتأثروا بينا في إيه؟ شد لي خط يا بطل. تعالى بقى اما أقول لك العلاقة بيننا وبينهم كان إيه؟ تعال نشوف كده. أول حاجة هنا بيقول لي استورد، يعني إيه استورد؟ يعني اشترى المصريون القدماء من فينيقيا أخشاب الأرز. احنا كمصريين اهو كنا بنروح لبلاد فينيقيا بالسفن بتاعتنا علشان نشتري من عندهم اخشاب الايه؟ اخشاب الارز. طيب لو سالتك بما تفسر، يعني ليه؟ هيقول لي لاستخدامها في صناعه السفن وتوابيت الملوك. يا مستر انا من شويه لسه موضح لك ان الناس دي كانوا مشهورين بصناعه السفن من اخشاب الارز، فاحنا كمصريين كنا بنروح لهم لحد عندهم ونشتري منهم اخشاب الارز علشان نصنع بها ايه؟ سفن والتوابيت بتاعه الايه؟ بتاعه الملوك. طيب يبقى دي حته لوحدها هيت ان المصريين استوردوا منهم ايه؟ اخشاب الارز. وعرفت بقى ليه؟ تعالى حته كمان اهو. هنا بيقول لي استعان الملك المصري نخاو الثاني اللي اخدناه في سنه اولى اعدادي انه كان يا مستر عمل بعثه للدوران حول قاره افريقيا. ماشي. فاكر بقى يا عم البعثه بتاعته اللي عملها للدوران حول قاره افريقيا؟ قلت له ايوه. قال لي انت فاكر ان اللي كانوا راكبين في البعثه دول كلهم كانوا مصريين؟ لا يا حبيبي، ده الملك ده استعان بالبحاره الفينيقيين، يعني جاب البحاره الفينيقيين علشان يساعدوه يخلص البعثه بتاعته دي. طب يعني فهمني كده يا مستر، البحاره اللي كانوا سايقين السفن في البعثه بتاعت نخاو الثاني كانوا فينيقيين؟ اقول لك ايوه. طب ليه؟ ما انا لسه معرفك بقى ان هم كانوا مهره وشاطرين جدا في ايه؟ في الملاحه، يعني في انهم يسوقوا السفن في البحر. طيب يبقى هنا استعان الملك المصري نخاو الثاني بالبحاره الفينيقيين امتى؟ اثناء الدوران حول افريقيا. تعالى هنا بيقول لي ايه؟ حكم المصريون القدماء بلاد الشام في فترات متقطعه خاصه في عصر الدوله الحديثه. قلت له اثبت يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي يا مستر حكم المصريين القدماء. قلت له زي مين؟ قال لي زي الملك مثلا كده سلسله الثالث. تمام، ماله؟ حكم بلاد الشام. قلت له مين بلاد الشام دي؟ قال لي يا مستر اللي هي مكانها الدوله الفينيقيه اللي هي سوريا ولبنان. سوريا ولبنان وفلسطين دي اسمها بلاد الشام. حلو قوي. فاحنا كان عندنا ملوك مصريين يا مستر في مره من المرات قدروا يحكموا بلاد الشام زي ما حصل في عصر الدوله الايه؟ الدوله الحديثه. هنا بيقول لي بقى وكان المصريون دول يديرون الحكم في بلاد الشام من خلال تعيين حكام محليين أوفياء لمصر ويحكمون باسمها. يا عم انت عديت حته كبيره قوي ما تفهم يا حبيبي. القصه ببساطه في فتره من الفترات اثناء الدوله الحديثه في ملك مصري او ملوك مصريه قدروا ان هم يوسعوا حدود مصر لدرجه ان هم كانوا بيحكموا بلاد الشام اللي هم الفينيقيين، كنا بنحكمهم احنا. طب هل الملك المصري بتاعنا كان بيقعد في فينيقيا يحكم فينيقيا؟ اقول لك لا، كان بيقعد في مصر عادي. امال كان بيدير شؤون الحكم في فينيقيا او في بلاد الشام ازاي؟ اقول لك يا عم كنا بنعين حد يحكم المنطقه دي نيابه عننا. طب الحد ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من سكان المنطقه نفسها. يعني اللي كان بيحكم بلاد الشام كان شخص من بلاد الشام نفسها، بس احنا اللي معينينه، وكان بيبقى شخص وفي وكويس وبيحب مصر جدا. خلاص. وهنا بيقول لي وقد اهتم المصريون بإنشاء المعابد، علم معايا، والمراكز والحاميات العسكرية هناك دي يعني فين؟ يعني في بلاد الشام. يبقى المصريين عملوا ايه في بلاد الشام لما كانوا بيحكموها؟ اقول لك بنوا هناك معابد، ادي رقم 1. بنوا مراكز رقم 2، وحاميات عسكرية يعني الجيش، وحاميات عسكرية فين؟ في بلاد الايه؟ في بلاد الشام. يبقى انا لو سألتك حبيبي هل كان في اي علاقة بيننا وبين بلاد فينيقيا القديمة دي او بلاد الشام؟ طبعا كان في علاقات كتير يا مستر. اول حاجة يا مستر ان هم كانوا بيتأثروا بينا او اتأثروا بينا في حاجتين. اتأثروا بينا يا حبيبي في حاجتين، في ايه؟ في معتقدات دينية اللي هو البعث والخلود. اتأثروا بينا كمان يا مستر في صناعة الخزف والفخار. طيب تاني حاجة يا مستر الملك نخاو الثاني بتاعنا استعان بالبحارة الفينيقيون لما كان عايز يدور حوالين قارة افريقيا، فدي علاقة كويسة بيننا وبينهم.
طيب تالت حاجه يا حبيبي، تالت حاجه يا مستر ان احنا حكمنا بلاد الشام في فترات متقطعه في عصر الدوله الحديثه، وعملنا عندهم معابد ومراكز وحاميات عسكريه، فاحنا كده علاقتنا بالمنطقه دي علاقه كويسه وزي الفل. طيب هنقول ايه تاني يا مستر عن حضاره بلاد فينيقيا؟ هقول لك خلاص يا عم احنا كده خلصنا حضاره بلاد العراق القديم، حضارات بلاد العراق القديم، وخلصنا حضاره فينيقيا وعرفنا كل حاجه عنهم، بس في حته نسيناها، وهي الحضارات دي يا مستر خلصت ازاي؟ انتهت ازاي؟ البلاد دي انتهت ازاي؟ قصدي مش الحضارات، البلاد دي انتهت ازاي؟ تعال اقول لك يا عم. هنا بيقول لي نهايه حضارات بلاد العراق القديم وحضارات ايه؟ فينيقيا. هنا بيقول لي يا مستر تعاقب على حكم بلاد العراق القديم وفينيقيا كل منه. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني بص يا مستر كده وركز معايا. بلاد العراق القديم مين اللي حكمها؟ مين اللي قضى على الدولة وحكمها وسيطر هو عليها؟ وكذلك بلاد فينيقيا مين اللي جه من بره خارجي سيطر عليها وحكمها؟ مين؟ يا ترى مين؟ قال لي بص يا عم، تعاقب الحكام على بلاد العراق القديم وفينيقيا، يعني حاكم ورا حاكم ورا حاكم، وكلهم غرب، كلهم اغراب، كلهم مش من المنطقه. قلت له زي مين؟ قال لي يعني عندك مثلا يا مستر بلاد العراق القديم قام بغزوها الفرس. قلت له اولا كده مين الفرس دول؟ قال لي الفرس دول تلاقيهم دلوقتي يا مستر عايشين في دوله ايران. قلت لهم عايشين فين؟ في دوله ايران. قلت له حلو قوي، مالهم الفرس دول؟ قال لي الفرس دول قاموا بغزو بلاد العراق. قلت له يعني ايه بغزو؟ قال لي يعني سيطروا عليها يا مستر واخدوها. حلو. وكمان قاموا بغزو بلاد الشام اللي هي برضه فينيقيا. حلو. في حوالي القرن السادس قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد السيد المسيح، القرن السادس. حلو. وظلت تحت حكمهم البلاد لفترات طويله، وفضلت بلاد العراق او بلاد الشام تحت حكم الفرس لفترات ايه؟ طويله. يبقى لو سالتك بلاد العراق القديم في القرن السادس قبل الميلاد كان بيحكمها حد من العراق او دوله من العراق او مدينه لا، امال كان مين اللي بيحكمها؟ اغراب، واللي هم الفرس. حلو قوي، كمل يا عم. بعد الفرس يجي الاسكندر الاكبر المقدوني. حلو. جه منين الاسكندر الاكبر ده؟ من اسكندريه؟ لا، جه من بلاد الاغريق. يعني ايه؟ يعني اليونان، يعني من اوروبا، يعني من اوروبا. جه واحد من اوروبا كده من اليونان اسمه الاسكندر الاكبر المقدوني، راجل كده محارب قوي عنده جيش ما يتعدش ملوش اخر. بدأ الراجل ده عايز يوسع امبراطوريته، فكل شويه يروح على حته ويحتلها ويسيطر عليها. المهم الاسكندر ده راح يا باشا على بلاد العراق وعلى بلاد الشام، لقى مين اللي قاعدين هناك؟ الفرس. قال لهم السلام عليكم، انتوا ايه سارقين البلد دي بقالكم كام سنه؟ قالوا يا بقالنا كتير جدا. قال لهم طب خلاص كفايه عليكم كده بقى، انه زمن الاسكندر، اركنوا انتوا. وراح بقى يا عم عمل ايه؟ هزم الفرس، دخل معاهم في حرب وهزمهم، وضم هذه المناطق الى امبراطوريته الواسعه، وراح اخذ العراق وبلاد الشام لامبراطوريته وضمهم لايه؟ لامبراطوريته، وبقى هو اللي بيحكمهم. وكده الفرس ايه؟ باي باي، خسروا ومشيوا. حلو قوي. اللي بعد كده، اللي بعد كده يا حبيبي جه الاسكندر الاكبر ده بعد ما كان راجل قوي كده مات. طب لما مات امبراطوريته الواسعه دي راحت فين؟ اتقسمت، كل واحد حكم حته، اتقسمت. فهنا بيقول لي اتقسمت امبراطوريه الاسكندر بعد وفاته عام 323 قبل الميلاد بين قواده، يعني بين القاده بتوعه. حلو قوي. وكانت بلاد العراق القديم وبلاد الشام من نصيب القائد سلوكس، من نصيب القائد سلوكس. علشان كده سمينا الفترة دي أو سمينا اللي حكموا بلاد العراق وبلاد الشام بالسلوكيون. طيب حلو قوي. يبقى قام القائد سلوكس بحكم بلاد الشام وبلاد العراق القديم، وهو اللي أسس الدولة الإيه؟ الدولة السلوكية في العراق وبلاد الشام، التي استمرت حوالي قرن ونصف. فضلت الدولة السلوكية دي قرن ونصف مستمرة، وفضل اللي بيحكمها قائده اللي هو مين؟ القائد سلوكس. هو اللي بيحكم قرن ونص؟ لا، ما هو مات بقى واللي بيحكم من ولاده، لكن هي نفسها الدولة الايه؟ الدولة السلوكية. طيب هنا بقى يا عم الاسكندر خلاص مات، السلوكيون بدأوا. طب وبعد كده؟ بعد كده بيقول لي يا حبيبي استولى الفرس. الفرس تاني؟ استولى الفرس مرة أخرى على العراق، واستولى الروم بقى المرة دي على بلاد الشام. الفرس رجعوا أخدوا العراق تاني، والروم راحوا أخدوا إيه؟ راحوا أخدوا بلاد الشام.
وظلوا تحت الاحتلال حتى فتحها العرب المسلمون. يعني اللي خلص البلاد دي من كل الناس اللي كانوا بيخطفوها، اللي كانوا بيحتلوها وبياخدوا ثرواتها، العرب المسلمون. ولحد دلوقتي انت لو رحت اي دولة موجودة في المنطقة دي، سواء فلسطين سواء سوريا سواء لبنان، هتلاقيهم بيتكلموا عربي، مع ان في الاول ما كانش ده كله موجود. لان احنا لحد هذه اللحظة يا حبيب قلبي، من ساعة ما فتحنا، العرب المسلمون فتحوا كل البلاد دي واحنا بقينا عرب وبقينا مسلمين. خلاص يا عم اتفقنا؟ يبقى احنا كده عرفنا مين الناس اللي حكموا البلاد دي. بدأوا بالفرس، بعدين الاسكندر حزم الفرس، بعدين الاسكندر مات، القائد بتاعه سلوكس حكم فبقت الدولة السلوكية، بعدين سلوكس ودع فجه الفرس تاني يستردوا حكمهم هم والروم. في الفرس حكموا بلاد العراق والروم حكموا بلاد الشام، لحد بقى ما كل ده خلص على ايد العرب المسلمون. وبكده يا حبايب قلبي يبقى الدرس بتاعنا خلاص كده كله خلص. هتلاقي تحت هنا يا حبيب قلبي جروب الواتساب، ادخل انضم عليه، هتلاقيني انا هناك والتيم هناك وزمايلنا كلنا هناك والقعده هناك زي الفل. تعالى بقى يا عم انضم معانا، بننزل هناك الحاجات اللي بتنزل اول باول على طول قبل ما حد بيعرفها. وكمان يا حبيب قلبي لو ما عملتش اشتراك للقناه اعمل اشتراك علشان الدروس اللي جايه توصل لك، واعمل لايك بالمره. اكتب لي في الكومنتات يا عم انك وصلت لحد هنا، فرحني. يلا جود باي.